السلام عليكم أعزائي طلاب تانية ثانوي، معاكم مستر رفعت علي مدرس التاريخ. النهاردة هيبقى أول تعارف ما بيني وما بينكم. أنا مستر رفعت علي مدرس التاريخ. برحب طبعا بطلبة علمي اللي هتبقى معانا في التاريخ. يعني عايز أقول لكم كلمتين مهمين جدا طبعا كده، بس قبل ما نبدأ أي كلام عايزين نقول دعاء مع بعض. يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أنا مشيت مع سنة تالتة إعدادي ومع سنة أولى ثانوي، مشيت بالدعاء ده وإن شاء الله ربنا يكرمنا وهيوفقنا. بعد إذن حضرتك قول الدعاء ده وردده. هقوله تاني: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بعد إذنك قول الدعاء كده بقى، ونبدأ بداية جديدة، بداية خير إن شاء الله. دلوقتي يا رجالة، دلوقتي أنت طلعت تانية ثانوي، الحمد لله ربنا كرمك ونجحت في أولى ثانوي، ربنا كرمك ونجحت الحمد لله رب العالمين. أنا عايز بقى منك طلب، أنا عايزك تشكر ربنا على الهدية اللي بعتها لك دي. طب ليه يا مستر تقول لي دي هدية لأن أنا طالع سنة أصعب؟ لأ، أنت دلوقتي في سنة تانية بتستعد نفسيا. تستعد يا رجالة نفسيا. أنت طالع السنة الجاية اللي بعدها تالتة ثانوي. يا مستر ما احنا عارفين. طب ايه الجديد؟ هقول لك ايه الجديد. تالتة ثانوي مش سنة صعبة زي ما انتوا عارفين. ازاي يا مستر؟ ده كل الناس بتقول ده تالتة ثانوي سنة صعبة. هقول لك ازاي. من حيث المنهج، المنهج سهل جدا، ما فيش فيه اي حاجة صعبة على فكرة. هي بس محتاج طالب بيذاكر. دي اول حاجة. تاني حاجة بقى صعبة من ناحية ايه بقى؟ من الناحية النفسية. من ناحية ايه؟ النفسية. اللي انت هتبقى مضغوط. هتبقى عليك درس كذا ويبقى عليك درس كذا ويبقى عليك انا ما اعرفش حصة ايه، وهتروح السنتر عندك كذا. تمام. ده غير الواجبات اللي تيجي تعملها ومفروض تذاكر وهتضغط في ليالي الامتحان. تمام. وغير التراكمات اللي هتبقى عليك. فليه بقى انا عايزك بقى تستهدى بالله وتستعد نفسيا من السنه دي. لو انت مشيت السنه دي صح اوعدك 100% هتخش تالتة سنه وانت مرتاح. ده وعد مني ليك. مشيت السنه دي مظبوط، مش هتعادل وعد مني ليك اللي انت هتخش تالتة ثانوي وانت مرتاح. تمام. النهارده هنبدا حصه جديده، حصة التاريخ. التاريخ بتاعنا في ناس بتقول يا مستر التاريخ صعب. التاريخ صعب. التاريخ مش صعب والله يا جدعان، التاريخ مش صعب. طب ايه الدليل؟ الدليل في كلمة واحدة بس: السيرة النبوية. سيرة أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي واستهدى بالله كده وركز معايا. السيرة النبوية مفيش فيها أي حاجة صعبة. أنت هتاخد شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام وبعد ظهور الإسلام والخلفاء الراشدين والدول بقى الإسلامية اللي إجت بعد الخلفاء الراشدين. بعد إذن حضرتك ركز معايا في أول حاجة. بسم الله. بيقول لك ممالك ومدن شبه الجزيرة العربية. الدرس بتاعنا هيبقى شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. أول حاجة ممالك ومدن شبه الجزيرة العربية. يقول لك تعد شبه الجزيرة العربية جزءا لا يتجزأ من تاريخ الحضارة قبل الإسلام. يعني إيه يا مستر؟ يعني شبه الجزيرة العربية كانت لها حضارة قبل ظهور الإسلام. إزاي يا مستر؟ هفهمك إزاي. كان في ممالك وكان في دول ظهرت قبل ظهور الإسلام وعملت حضارة، زي مثلا مملكة الحيرة، مملكة الماعن، مملكة سبأ. طب أديك مثال: مملكة سبأ. انت ما تعرفش قصة هدهد سليمان؟ مستر اعرف قصة سيدنا سليمان لما هدهد شاف امرأة تعبد من دون الله. تعبد من دون الله صح ولا لا؟ وراح بلغ سيدنا سليمان. ها، فاكر ولا لا؟ دي قصة سبأ. يعني كده كان في حضارات شهدت استقرارا بشريا منذ آلاف السنين، فقد استوطنها العرب. استوطنها ايه يا رجالة؟ العرب. استوطنها ايه؟ العرب. يعني كان في شبه الجزيرة العربية العرب، وهم أمة سامية. يعني إيه مستر كلمة أمة سامية؟ هم من نسل سام ابن سيدنا نوح عليه السلام. أمة سامية من نسل سام ابن نوح عليه السلام. وانشأوا على أرضها ممالك ومدن وقامت بها حضارات. قامت بها يا رجالة حضارات اعتمدت على استمرار التواصل مع الحضارات الأخرى. طب مستر ممكن تفهم لي واحدة واحدة؟ الجمل دي مش هتفهمها إلا لما نخش في الدرس. ركز معايا بقى. بسم الله. بالمناسبة عايز أقول بس عايز أقول كلام مهم جدا. أول حاجة، اللي إحنا مش هناخد الدرس كله على مرة واحدة، إحنا هنقسمه على 3 مرات. 3 مرات. هناخد النهاردة الممالك،
الممالك اللي كانت قبل ظهور الإسلام، وبعدين هناخد الحياة الثقافية والحياة السياسية، الحياة قبل ظهور الإسلام. تمام، ليها حياة ثقافية، حياة سياسية، حياة اجتماعية. وإن شاء الله ربنا يكرمنا في الدرس ده. الدرس ده سهل جدا، مفيهوش في أي حاجة صعبة. أنا عايزك تركز معايا بس كده، ربنا يوفقك. أول حاجة بيقول لك ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية. ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية، أول حاجة قالها لي ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية، وممالك الشام والعراق. ممالك إيه يا رجالة؟ الشام والعراق. وفي مدن غرب شبه الجزيرة العربية. مدن إيه يا رجالة؟ غرب شبه الجزيرة العربية. يعني كان عندي دلوقتي 3 ممالك في شبه الجزيرة العربية، اتقسموا ل3 حاجات. أول حاجة هي إيه؟ ه سمك، والله العظيم سمك. ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية. طب تاني حاجة يا رجالة ممالك الشام والعراق. طب تالت حاجة ممالك غرب شبه الجزيرة العربية، جنوب وغرب والشام والعراق. طب ممالك الجنوب شبه الجزيرة العربية، ركز معايا بعد إذنك. معن، سبأ، حمير. مش عايزك تلخبطهم، مش عايزك تلخبطهم، كلام سهل. ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية 3. ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية 3. ماعن سبأ حمير. ماعن سبأ حمير. طب ممالك الشام والعراق تضمر الأنباط، الغساسنة أو الغساسنة، في ناس بتقول الغساسنة وفي ناس بتقول الغساسنة، وفي الحيرة. وفي مدن غرب مش جنوب، احنا قلنا جنوب 3 اهي، سبأ حمير معا. لكن مدن غرب شبه الجزيرة العربية مكة المكرمة، يثرب، الطائف. مكة، يثرب، الطائف. تمام، يبقى بعد إذنك هنرجع لهم تاني مرة تانية. بيقول لك ممالك الشام والعراق تضمر الأنباط، الغساسنة، الحيرة. وهناخد منهم الغساسنة والحيرة. تمام. طب ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية ماعن سبأ حمير. طب نخش على أول ممالك معايا. ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية. ممالك ايه بقى يا رجالة؟ جنوب. أول حاجة نبتدي معانا الجنوب. سقطت قبل ظهور الإسلام. ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية سقطت قبل ظهور الإسلام. عايز تركز معايا في النقطة ده. ممالك شبه الجزيرة العربية في الجنوب سقطت ايه؟ قبل ظهور الإسلام. جنوب سقطت قبل ظهور الإسلام. أول حاجة معايا مملكة ماعن. مملكة يا رجالة ماعن، محدش يقول لي معين، اسمها ماعن. مملكة ماعن من سنة 1300 قبل الميلاد لحد 630 قبل الميلاد. 1300 قبل الميلاد، 630 قبل الميلاد. دي مملكة يا رجالة، مملكة ماعن. مملكة ماعن موقعها الجغرافي منطقة الجوف باليمن، باليمن. منطقة الجوف باليمن، منطقة الجوف باليمن. عاصمتها مدينة قرناو. عاصمتها مدينة قرناو. يبقى تاني بعد إذنكم، ماعن، مملكة ماعن كانت سنة كام؟ 1300 قبل الميلاد، قبل الميلاد لحد 630 قبل الميلاد. طب موقعها منطقة الجوف باليمن. طب عاصمتها قرناو. قرناو. ده اللي عايزك تعرفه في مملكة ماعن، مفيش أي حاجة صعبة. مملكة سبأ. مملكة سبأ من 800 قبل الميلاد لحد 115 قبل الميلاد. 800 قبل الميلاد لحد 115 قبل الميلاد. يبقى تاني بعد إذنك، سبأ 800 قبل الميلاد، 115 قبل الميلاد. موقعها جنوب غرب اليمن. جنوب غرب اليمن. سبأ جنوب غرب اليمن. سبأ جنوب غرب. اوعى تنسى، اوعى تكتب لي جنوب بس، اوعى تكتب لي غرب بس، جنوب غرب. جنوب غرب اليمن. طب مستر ممكن تقول لي بعد اذنك مملكة ماعن فين؟ موقعها فين؟ سمع، منطقة الجوف باليمن. يبقى تاني مملكة سبأ موقعها والله العظيم سامعك، جنوب غرب اليمن. طب عاصمتها يا رجالة مدينة مأرب. مدينة مأرب. مدينة مأرب.
من أشهر ملوكها الملكة بلقيس. الملكة يا رجالة بلقيس. الملكة بلقيس ده اهي كانت في عهد سيدنا سليمان. الهدهد ده كان عند سيدنا سليمان. كان المفروض كان سيدنا سليمان بيجمع الجيش، فإجا في يوم لقى الجيش كله مجتمع ما عدا الهدهد. فسأل عليه الهدهد، رجع له بعد فترة وقال له إن أنا وجدت الملكة ده اهي. قال له إن أنا وجدت الملكة دي بيعبدون من دون الله، يعني بيعبدوا إله تاني من دون الله. تمام. وحصل حوار كده ما بين سيدنا سليمان وما بين الملكة بلقيس. طبعا الموضوع ده مش عليك، بس أنا بقول لك إيه، بسهلها لك. أنا بسهلها لك. أشهر ملوك الملكة بلقيس والتي ذكرت في القرآن في سورة النمل. اشتهرت بوجود سد مأرب. اشتهرت بوجود إيه؟ سد مأرب. على فكرة سد مأرب ده أنت هتسمعه كتير المدة الجاية من الحصة. سد مأرب، سد مأرب. والذي كان انهياره سببا في هجرة العديد من القبائل إلى أجزاء متفرقة. بيقول لك سد مأرب ده انهار. سد مأرب انهار. سد مأرب يا رجالة انهار. انهار. كان ليه سبب اللي هو يفرق ويهجر العديد من القبائل. دي أول مملكتين. طب خش بقى على المملكة التالتة، مملكة حمير. محدش يقول لي معلش مملكة حمير. محدش يقول لي مملكة حمير. حمير. مملكة إيه يا رجالة؟ حمير. موقعها بين مملكة سبأ وبحر القلزم. بحر إيه يا رجالة؟ القلزم. أنا مستر بحر القلزم ده البحر الأحمر. يبقى تاني مملكة حمير موقعها فين؟ بين سبأ وبحر القلزم اللي هو البحر الأحمر حاليا. عاصمتها مدينة ريدان أو ظفار. عاصمتها مدينة ريدان أو حاليا ظفار أو ظفار. هي فاهم، اللي يقول ظفار ظفار عادي. أهم حاجة تكتبها صح. أهم حاجة تكتبها صح. وده اللي عايزك تعرفه في مملكة حمير. عارفين كده ماشي بسرعة عشان الموضوع ده يعني سهل، مفيش في أي حاجة. أنت بس بتعرف أسامي الممالك، أسامي إيه التواريخ، بس ده اللي عايزك تعرفه فيه. طب تعالى نخش على السؤال اللي موجود هنا ده عندي. ده في موجود عندي سؤال كده لازم نحله مع بعض. بيقول لي مثلت أكثر الممالك العربية إسهاما. معلش ثانية واحدة بشغل القلم بس. بسم الله. مثلت أكثر الممالك العربية إسهاما في تغيير التركيب الديموغرافي. التركيب الديموغرافي يبقى مرتبط بالسكان. مرتبط بيا رجالة بالسكان. بالسكان. لشمال شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام مملكة إيه؟ معا ما تنفعش. طب حمير يا مستر أنا قلت لك ما تنفعش. وحيرة ما تنفعش. طب هي مملكة سبأ ليه؟ بسبب إن هي أرسد مأرب الذي كان له سبب في هجرة السكان. طب نخش بقى على الجزء اللي بعده. مدن غرب شبه الجزيرة العربية. احنا قلنا خدنا مدن جنوب شبه الجزيرة العربية، دلوقتي هناخد مدن غرب. ركز بس في الجنوب وفي الغرب. غرب. شكلت مناخا حضاريا قبل ميلاد الرسول وظهور الإسلام. من أشهر أماكنها مكة المكرمة ويثرب والطائف. مكة المكرمة مدينة تجارية. مدينة ايه يا رجالة؟ اهي مدينة تجارية لها أهمية اقتصادية وتجارية. مكة المكرمة كانت مدينة تجارية. أشهر مدن الحجاز ولها أهمية دينية وأهمية اقتصادية. الأهمية الدينية وجود الكعبة المشرفة. طب إيه بقى الأهمية الاقتصادية يا مستر؟ ركز معايا. أول حاجة الموقع الجغرافي. أول حاجة إيه؟ الموقع الجغرافي. طب تاني حاجة يا رجالة شهرة الأسواق. شهرة الأسواق. شهرة إيه؟ الأسواق. طب تالت حاجة رحلة الشتاء والصيف. رحلة الشتاء والصيف. يبقى تاني ليه مكة كان ليها أهمية دينية؟ بسبب وجود الكعبة المشرفة. طب ليه مصر كان ليها أهمية اقتصادية؟ لأنها كانت مدينة تجارية زي ما قلت لك، وكانت تتميز بثلاث حاجات: موقعها الجغرافي، شهرتها بالأسواق، تمام، شهرتها برحلة الشتاء والصيف. وذكرت في القرآن على فكرة رحلة الشتاء والصيف، لو حد فاكر يعني الآية، ولا انتوا مش فاكرينها ايه؟ ها؟ رحلة الشتاء والصيف. طب تاني حاجة مدينة يثرب اللي هي على فكرة المدينة المنورة. اللي هي المدينة المنورة لها أهمية اقتصادية.
لها أهمية يا مستر، أهمية اقتصادية تتشابه مع مكة المكرمة، عشان يجيلك سؤال دلوقتي عليها. لها أهمية اقتصادية، فهي واحة زراعية. واحة إيه؟ زراعية، تقدر تشتغل بحرفة الزراعة. طب تاني حاجة، مدينة تجارية لأنها تقع على طريق القوافل، يعني لها موقع متميز. لها موقع إيه يا رجالة؟ متميز. طب تالت حاجة معايا، سكانها قبائل عربية، أشهرها قبيلة الأوس والخزرج. أشهرها قبيلة الأوس والخزرج. طب مستر بعد بقى فهمني واحدة واحدة. يثرب مدينة تجارية برضه، وتتميز بموقعها الجغرافي. تتميز بإيه يا مستر؟ موقعها الجغرافي، تقع على طريق القبائل، وتتميز بأنها واحة زراعية. طب القبائل اللي فيها قبائل عربية ولا مش عربية؟ قبائل عربية، أشهرهم الأوس والخزرج. وكان يسكنها برضه بعض من اليهود، يعني مش كل اليهود، كان في جزء من اليهود كان يسكنها جزءا من اليهود. طبعا هنعرف بقى القصة بتاعتهم لما النبي صلى الله عليه وسلم يطردهم من المدينة. بيقول لك تشابهت مكة المكرمة ويثرب قبل الإسلام، فأهمية موقعهم الجغرافي تنفع. المكانة الدينية المتميزة لأ. مكة كان فيها الكعبة، المدينة ما كانش لسه فيها أي حاجة قبل الإسلام. قيم النشاط الزراعي، مكة ما كانش تنفع يقام فيها النشاط الزراعي. استقرار قبائل غير عربية غلط، ده كان كل أصلا قبائل عربية. يعني مثلا مكة كان فيها قبيلة قريش، قبيلة بني هاشم. طب دلوقتي المدينة قبيلة الأوس والخزرج. طب نخش على اللي بعده. ممالك الشام والعراق. ممالك يا مستر الشام والعراق قامت على أطراف الصحراء العربية الشمالية. ثانية واحدة خليكم معايا. قامت على أطراف الصحراء العربية الشمالية. قامت على أطراف أنهي صحراء يا رجالة؟ العربية الشمالية. طب مستر احنا قلنا دلوقتي في كذا ممالك في الشام والعراق، احنا دلوقتي عايزين ناخد منهم اتنين بس. ايه هم يا مستر بعد إذنك؟ الغساسنة. الغساسنة والحيرة. الغساسنة والحيرة. الغساسنة والحيرة. هذا بس جملة مهمة، ان انا لما اقول وركز وانا سامعك وما انا ابقى قاعد ما فيش حد قصادي، فانا بحاول ان انا اشجع الطلبه اللي هو يجاوب وانا سامعه وفاهم، بحس ان يكون في حد قصادي. فبالله عليك ما تتضايقش اما اقعد اقول لك ركز واجاوب وايه، عشان انا بقى قاعد لوحدي، فببقى محتاج حد بس يشجعني، فاهم؟ يعني انا قاعد حرفيا انا وش الكاميرا وعمال اشرح بس كده. فما اقول لك يلا وانا سامعك يلا انا عارف انا بعمل ايه. انا بحفز الطالب اللي قصادي، وفي نفس ذات الوقت انا بحفز نفسي. يعني أنا دلوقتي مش عايز ان انا انام، تمام؟ يعني انا بقعد اشرح كاني بشرح لنفسي، لا انا عايز احفز الطالب اللي قصادي. طب خش معايا كده بقى، خش معايا، لسه نقعد نتكلم يا ابني. لا احنا عايزين نخش على الشغل بقى بسرعه. مملكه الغساسنه كانت في الشام. كانت فين يا رجاله؟ في الشام. وعايز اقول لك بقى على حاجه مهمه، انا هلم لك دنيا كده بسيطه، الدنيا دي كلها هلمها لك والله العظيم مش هتحس بالدرس بتاع النهارده. مملكه الغساسنه كانت في الشام. طب مستر مملكه الحيره كانت فين؟ في العراق. يبقى الشام الغساسنه. طب والحيره؟ في العراق. طب ركز معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لك نشأة الغساسنة. مملكة الغساسنة نشأت من قبائل تسمى قبائل الأزد. قبائل الأزد التي هاجرت من اليمن بعد انهيار سد مأرب. يعني بعد ما انهار سد مأرب كان في قبائل اسمها قبائل الأزد أو الأزد أو أي، بص سماها زي ما أنت عايز، أهم حاجة تكتبها صح. الأزد كانت في اليمن. كانت فين يا رجالة؟ كانت في اليمن. بعد انهيار سد مأرب. بعد انهيار سد مأرب يعني كانوا قاعدين في سبأ. بعد ما انهار سد مأرب نزلوا على الشام. نزلوا على ايه يا رجاله؟ على الشام في الغساسنه. عملوا مملكه اسمها الغساسنه. المملكه دي من 220 ميلاديا ل 638 ميلاديا. 220 ميلاديا 220 ميلاديا ل 638 ميلاديا. عاصمتها ما جاش لها عاصمة معينة، كانت على طول بتتعدد العواصم. تعددت العواصم وكان آخرها مدينة الجابية في الجولان. مدينة يا رجالة الجابية. مدينة الجابية في الجولان.
طب سقوطها مع نهاية القرن السادس الميلادي. القرن ايه يا رجالة؟ السادس الميلادي. ضعف حكام مملكة الغساسنة، وكان آخر ملوكها جبل ابن الأيهم. جبل ابن الأيهم. بقول لك جبل ابن الأيهم ده، حد يعرف معركة اليرموك؟ احنا لسه هناخدها في قدام شوية، أكيد أخدتوها قبل كده. معركة اليرموك كانت بين جيش النبي صلى الله عليه وسلم وجيش الروم. جبل ابن الأيهم ساعد جيش الروم ضد جيش المسلمين. يعني كان بيديلهم الامدادات ضد المسلمين. تمام اهو. ساند الروم في مواجهة المسلمين في موقعة اليرموك، والتي انتهت بانتصار المسلمين، وأصبحت مملكة الغساسنة جزءا من الدولة الإسلامية. طب نخش على اللي بعده، آخر مملكة معايا النهاردة. طب مستر ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ هو أنت اللي شرحت بس الجزء اللي أنا عايزك بس تشغل دماغك، عشان لو شرحت لك الدرس كله أنت هتتلخبط. مملكة الحيرة نشأتها. طب مملكة الحيرة كانت في العراق ولا الشام؟ كانت في العراق، اوعى تنسى، كانت في العراق. في العراق. من 268 ل 633. 268 ل 633. طب مملكة الغساسنة من 220 ل 638. نشأت في القرن الثالث الميلادي نتيجة هجرة القبائل اليمنية إليها. نتيجة إيه يا مستر؟ هجرة القبائل اليمنية إليها. طب عاصمتها الحيرة. عاصمتها الحيرة. تقع جنوب الكوفة حاليا. جنوب إيه يا مستر؟ الكوفة. جنوب الكوفة. بيقول لك كانت غرب نهر الفرات. أشهر ملوكها النعمان ابن المنذر. مستر أنت وقفت ثانية، أنا والله وقفت ثانية كنت بقرا السؤال ده، أنا مخدتش بالي منه فبقراه دلوقتي وهنحله مع بعض. كانت مملكة الحيرة تابعة للدولة الساسانية الفارسية. وساندتها في حروب وساندتها يعني دولة الحيرة ساندت الدولة الفارسية في حروبها ضد الروم. طب الروم كانوا متحالفين مع مين؟ كانوا مع الغساسنة. يبقى تاني الجزء ده يا مستر، نشأتها كانت في القرن الثالث الميلادي بعد هجرات القبائل اليمنية. طب مستر بعد إذنك، عاصمتها الحيرة في جنوب الكوفة حاليا غرب نهر الفرات. أشهر ملوكها النعمان ابن المنذر. كانت مملكة الحيرة تابعة للدولة الفارسية، وكانت تساندها ضد الروم. بيقول لك اتسمت العلاقة بين مملكة الغساسنة ومملكة الحيرة. اتسمت بإيه؟ التحالف والارتباط قلت لك ما تنفعش. طب ليه يا مستر ما تنفعش؟ علشان قلت لك كانت مملكة الحيرة اهي لسه موجودة اهي تابعة للدولة الفارسية، وكانت تساندها ضد حروبها ضد الروم. وكانت الروم كانت مع مين؟ مع الغساسنة. التكامل الاقتصادي ما تنفعش. طب الصراع الديني ما كانش لسه في صراع ديني. تبقى العداء والصدام. تمام. ده الدرس الاول. بعد اذنك بقى انا عايز اقول لك على كام معلومه كده، عشان المعلومات دي سهله جدا وهتفرق معاك. طب مثلا انت ليه ما قلتهاش في اول الحصه؟ هنكسبها لك لاخر الحصه وانا بلم المنهج. عايز اقول لك حاجات مهمه جدا، ركز معايا. احنا قلنا عندي 3 مدن. ايه هما؟ مدن جنوب شبه الجزيرة العربية، مدن الشام والعراق، مدن غرب شبه الجزيرة العربية. صح؟ صح يا مستر. طب عايز اعرف بقى حاجة مهمة جدا وركز معايا فيها. انت ليه ما قلتليش الاول يا مستر؟ هقولها لك دلوقتي علشان مش عايزك تنساها خالص. بقول لك ان في ممالك سقطت قبل الاسلام، وفي ممالك استمرت بعد الاسلام. طب ايه يا مستر الممالك اللي كانت قبل الاسلام؟
بيقول لك تعالى ركز معايا كده. بيقول لك ممالك كونت حضارات وسقطت قبل ظهور الإسلام. شايفين الأنباط؟ هنقف لحد الأنباط من أول ماعن. ماعن سبأ حمير. ماعن سبأ حمير. ماعن سبأ حمير. تدمر الأنباط. تدمر الأنباط. يبقى ماعن سبأ حمير تدمر الأنباط. ماعن سبأ حمير تدمر الأنباط. ممالك كونت حضارات قبل ظهور الإسلام وانتهت برضه قبل ظهور الإسلام. طب إيه بقى الممالك يا مستر؟ الممالك دلوقتي مناطق شكلت مناخا حضاريا قبل ميلاد الرسول وظهور الإسلام. دي بقى استمرت. تعال بقى اسمع مني. بيقول لك الغساسنة، الحيرة، مكة، يثرب، الطائف. مكة، يثرب، الطائف، الغساسنة، الحيرة. طب ايه بقى اللي كانت سقطت قبل الإسلام؟ ركز معايا. ماعن سبأ حمير تدمر الأنباط. ماعن سبأ حمير تدمر الأنباط. ده الجزء اللي كنت عايز أعرفه لك. احنا دلوقتي لميت لك الدرس الاولاني او الجزء الاولاني بشكل مبسط، مفيش فيه اي حاجه صعبه. طب ليه يا مستر انت ما كملتش معايا باقي بقى مظاهر الحضاره؟ هقول لك ليه دلوقتي. دلوقتي انا لو شرحت لك كل ده، انا دلوقتي المفروض كنت أقوم اشرح السبوره ورايا، بس الجزء ده مش محتاج سبوره، فقلت ان اطلع حصه لوحده علشان يسهل الدنيا للطالب اللي لسه بيذاكر، لسه اول مره بيفتح المنهج. الجزء ده هيفيدك جدا جدا جدا. الجزء التاني مظاهر الحضارة برضه هتتقسم، بس دي هتبقى على السبورة إن شاء الله. انتظروني في الجزء التاني قريبا إن شاء الله، حوالي كمان يوم أو يومين بالكتير وهيكون نزل. إن شاء الله ده مش هيكون آخر فيديو هنزله لطلاب تانية ثانوي. أنا عايزكم بس تدعموني كده بلايك واشتراك كده وسبسكرايب للقناة والحاجات بقى، معرفش أقول ولا الحاجات دي اللي هي لايك واشتراك وسبسكرايب بقى وشير والحاجات دي كلها. وإن شاء الله مش هيكون آخر فيديو. انتظروني في الفيديو القادم. سلام.